والله يا ريت يعني تصلحوا صورتنا شويه عن الكلام اللي بنسمعه. الميه ميه مجاري، اللي بياكلوا سبله، مفيش الكلام ده، والله ما في الكلام ده خالص. انت ضد حضرتك اهو. ما هو احنا دورنا يا حاج ان احنا دايما نصلح الفكره دي للناس، لان في ناس داخله المجال ما تعرفش لسه في حاجه، يعني احنا برضو نعذرهم. معلش. طب احنا فاهمين في الموضوع ده، في غيرنا مش فاهم. بتاكل كم مره في اليوم بقى للحجم ده؟ مرتين عشان استفاد باعلى استفاده من العلف. مرتين يعني مثلا انا باكل مثلا وليكن طن، بعلف مثلا 20 شكاره او 500 كيلو 500 كيلو الساعه 8 ومثلا الساعه 2 عشان استفاد باعلى تحويل. اتفاجئت النهارده بموضوع ان سعر السمك هنا البلطي بيطلع ب70 ويبقى قطاعي. تمام. امال الاسعار اللي بتجيلنا في القاهره دي بتيجي متوحشه ليه كده؟ المسؤول عنها اقول لمين؟ اقول للحكومه، هي اللي مسؤوله عن الكلام ده. لبسونا في الحيط بقى، لبسونا في الحيط يا جماعه. مش في الحيط والله، هو انا مش عارف ايه الفرق. انا بسمع ارقام 130 و120 و110 وانا طالع من عندي هنا، طالع من هنا اعلى سعر هنا 70 جنيه ارضه، 74 جنيه ارضه. كتير كتير جدا. يعني هامش الربح مثلا 10 جنيه 15 جنيه نقل، وهامش ربح وعماله ومش عارف ايه، معقول قوي. لكن المبالغ فيها قوي ديت مش عارف، ما عنديش تفسير. كان رأيك في بطاريات الأسماك أو في إننا نربي السمك في متر في متر؟ أنا عايزة الرياكشن ده. طيب نقوله رقم واحد. مفيش حاجة اسمها بطاريات، ده نصب في نصب. أنتوا بتقولوا نصب يرجع يشتمنا أنا. أنتوا بتقولوا نصب يجي يقول لك تجرة أعضاء. مفيش حاجة اسمها سمك بطاريات، مفيش سمك بطاريات. خزانات. البور والطبار ما ينفعش ينزرع في أماكن ضيقة، لازم أرض مفتوحة. نصب برضه. كل ده نصب في نصب، مفيش حاجة اسمها سمك في خزانات. ولا في ابني مزرعتك في بيتك؟ لا مفيش الكلام. كل ده نصب في اولا ميه الكلور ملوش حل. بالظبط. احنا جربنا الحيل اللي محدش لسه خطرت على باله. ماليش دعوه بالبحوث، احنا بنجرب على ارض الواقع. انا دلوقتي علفت علف 25 جاب نتائج، اعتمدته. وليكن انا عندي علف مثلا، العلف دوت باكله سين من المصانع، جاب نتائج بعتمده، ده رايي. تمام. ميه الحنفيه ملهاش حل، الكلور ملوش حلول، لا فلتر ولا مزيل ولا تبخير، كل ده كدب في كدب. ما عندناش الامكانيات في مصر ان احنا نطلع سمك اللي بيتقال عليه خزانات او الكلام ده كله ده نصب في مصر.